كتير مننا شاف افلام قراصنة البحار، والصورة اللي دايما بتكون في بالنا لما بنسمع عن القراصنة وهي الدقن المحمرة والعين المربوطة واليد المقطوعة ومربوط فيها خطاف والرجل المقطوعة ومحطوط مكانها عصاية خشب. بس هل فكرت قبل كده ايه السر ورا الشخصية دي وليه الشكل ده تحديدا؟ لو عايز تعرف الحكاية كمل معايا الفيديو. القصة بتبدأ من أسرة من أصل تركي كانت عايشة في جزيرة ميدلي في اليونان. الأسرة دي كانت مكونة من 4 أولاد وهم إسحاق وعروج وخضر وإلياس. عروج اتسمى بالاسم ده لأن يوم ميلاده كان في ليلة الإسراء والمعراج، فوالده سماه عروج تيمنا بالليلة دي. وبالمناسبة أنا كنت عامل فيديو عن الإسراء والمعراج، ابقى شوفوا بعد الفيديو ده. الولاد ال4 اتربوا على الدين الإسلامي وكبروا عليه. إسحاق الولد الكبير اللي اختار طريق العلم ودراسة القرآن والفقه، أما ال3 الباقيين كانوا بيحبوا البحر والسفر فاشتغلوا في التجارة ونقل البضايع. عروج كان عنده طموح أكبر من كده، فقرر ياخد أخوه الصغير إلياس ويسافروا لطرابلس. وفي الطريق هجم عليهم فرسان جزيرة رودس الصليبية أو ما يسمى فرسان القديس يوحنا، وحصلت معركة اتقتل فيها إلياس واتمسك عروج واخدوه اسير عندهم كذا سنة في الجزيرة. خضر اخو عروج واللي الناس هتسميه بعد كده خير الدين كان قلقان عليه جدا وحاول ينقذه، فاستعان بصديق نصراني اسمه غريغو كان بيدير تجارة مع جزيرة رودس، واتفقوا على انه يساعد في فك اسر عروج مقابل مبلغ من المال. لكن الصليبيين عرفوا بالخطة فخانوا غريغو ورجعوا عروج للسجن. بعد كده قرروا يخرجوه من السجن ويشغلوه في سفينة من السفن بتاعتهم. في الوقت ده كان والي أنطاليا الأمير العثماني شهزادة قرقود ابن السلطان بيزيد الثاني والأخ الأكبر للسلطان سليم الأول، واللي بالمناسبة أنا كنت عامل عنه فيديو هو كمان ممكن تبقى تشوفه بعد كده. الأمير قرقود كان بيشتري كل سنة أسرى من رودس ويعتقهم لوجه الله، وتصادف ان السفينة اللي عروج كان شغال فيها كانت بتنقل مجموعة من الأسرى علشان يستلمهم الأمير قرقود. عروج للأسف ما كانش من ضمن الأسرى، لكن لما السفينة وصلت لأنطاليا نزلوا الأسرى والريح في اليوم ده كانت شديدة جدا، فقرروا يفضلوا على الساحل لغاية لما يطلع النهار. عروج استغل الفرصة وفك نفسه ونط في البحر واخدها عوم لغاية الشاطئ، وبعدها فضل مشي على رجليه لحد ما وصل لقرية تركية واستضافته ست كبيرة في السن وساعدته، وفضل عندها 10 ايام وبعدها قرر يرجع لجزيرة ميدلي. في الطريق وهو رايح قابل راجل مشهور اسمه علي رئيس اللي كان عنده سفينة وعرض عليه انه يشتغل معاه، فعروج وافق وبدأ يشتغل على السفينة واتجه للإسكندرية. في الوقت ده خير الدين كان لسه بيدور على اخوه عروج لغاية لما استلم رسالة منه بتطمنه عليه. في الوقت ده السلطان سليم الاول ابن السلطان بيزيد الثاني استلم الحكم العثماني، فعروج وخير الدين فكروا ان هم يقربوا من السلطان وبعتوا له هدايا والعلاقة بينهم كانت كويسة. فالسلطان سليم قرر يكلفهم بمهمة مستحيلة، وهي ان ينقذ مسلمين الاندلس اللي كانوا بيتعذبوا في سراديب الكنايس. السلطان سليم اداهم اوامر الخطة اللي هيمشي عليها، تعالوا نعرفها. العجيب بقى ان عروج وخير الدين نفذوا المهمة بنجاح. مش بس كده، ده فضلوا يكرروها كل شوية واتشهروا في كل اوروبا، وبسبب العمليات دي الاندلسيين سموه بابا عروج تقديرا لبطولاته، والايطاليين حرفوا الاسم لبربروس واللي معناه الراجل صاحب اللحية الحمراء، وده كان سر الصورة النمطية اللي بنشوفها في افلام القراصنة.
عروق كان عاوز يوسع سيطرته اكتر، فقرر يسيطر على مدينة تلمسان، لكن الاسبان جمعوا جيش ضخم من 40,000 جندي عشان يوقعوه. اهل تلمسان خانوه وفتحوا الابواب للاسبان، فاضطر يهرب مع جنوده، لكن الاسبان فضلوا وراه ووقعت معركة غير متكافئة تماما. عروق فضل يقاتل بقوة رغم انه كان مصاب ودراعه الشمال مقطوع، لكن الاسبان حاصروه من كل اتجاه وقطعوا راسه ولفوا بيها في شوارع اوروبا احتفالا بقتله. والكلام ده كان سنة 924 هجريا الموافق لسنة 1518 ميلاديا، وهو ما كملش 50 من عمره، واللي فنى حياته في الغزو ضد الصليبيين وتحرير اراضي المسلمين. خير الدين ما استسلمش وكمل المسيرة وحرر مدن كتير، وحول الاسطول العثماني لأقوى قوة بحرية في العالم. وبسبب بربروسا البحر المتوسط بقى بحر إسلامي بالكامل، وبقى الدول الأوروبية زي فرنسا وبريطانيا وأسبانيا بقت بتدفع الجزية للدولة العثمانية مقابل السماح للمراكب بتاعتهم والسفن بالمرور. خير الدين أنقذ 70,000 مسلم من الأندلس، وسمى خير الدين تقديرا لجهوده زي ما قلنا من شوية. سنة 1545 يقرر خير الدين التقاعد وهو عنده 75 سنة، واستقر في اسطنبول واتفرغ لكتابة مذكراته، واللي منها عرفنا الحكاية. وده كان بطلب من السلطان سليمان القانوني، واللي وصلت 5 أجزاء مكتوبين بخط الإيد، واللي معروضة حاليا في متحف قصر طوبقابي. وفي 4 يوليو سنة 1546 اتوفى خير الدين ودفن في ضريحه اللي بناه المعماري سنان سنة 1541. طبعا كل اللي اتقال ده كان جزء صغير من تاريخ كبير للأخوين بربروسا. ودي كانت الحكاية الحقيقية للقائد العظيم بابا عروق أو بربروسا صاحب اللحية الحمراء اللي الغرب شوه صورته في أفلامهم، لكن الحقيقة إنه كان مجاهد إسلامي أنقذ آلاف المسلمين من محاكم التفتيش. فخلينا نفتكر دايما إن التاريخ مليان بأمثال عروق وخير الدين اللي ضحوا علشان يحمي دينهم وأرضهم، واللي بنشوفه دلوقتي وعايشينه مع إخواتنا في غزة. ودلوقتي أنا عندي ليك سؤال، بعد ما شفنا ازاي الافلام شوهت صورة بطل حقيقي زي بربروسا، تفتكر ده كان مجرد صدفة ولا في خطة من مئات السنين لتشويه تاريخنا الاسلامي؟ وهل فعلا في مؤامرة ضدنا ولا احنا اللي عايشين في الوهم؟ قول لي رأيك في التعليقات، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.